وداد حمدي قتلت غدرا بدلا من يسرى. خصلة شعر كشفت القاتل. هي فنانة متعددة المواهب، لكن المخرجين حصروها في دور معين، بس أجادت فيه وبقت نجمة من خلاله. حياتها صعبة وموتها محير. الفنانة وداد حمدي اتولدت في محافظة كفر الشيخ في 3 يوليو عام 1924. عاشت مع عائلتها في المحلة الكبرى، لأن والدها كان بيشتغل في شركة الغزل والنسيج. ثم تعرض والدها لأزمة مالية بعد خروجه على المعاش، أقعده طريح الفراش. بالتالي هي بقى اللي تولت الأمر. سافرت للقاهرة عشان تبحث عن عمل. استقرت في بداية الأمر عند عمها في منطقة السيدة زينب. استمرت تبحث عن أي عمل للصرف على نفسها وعلى والدها طريح الفراش، ولم تشترط هي عايزة تشتغل إيه بالظبط. لم يكن التمثيل هدفها، بل كانت تتمتع بموهبة غنائية وتريد أن تبرزها. بسبب حبها في الطرب والغناء حاولت تقديم موهبتها على المسرح، لكنها فشلت. انتقلت إلى عالم التمثيل. بعد قيامها بعدد من الأدوار الصغيرة، قررت إنها تعيش بمفردها بسبب كثرة المشاكل مع عمها، لأنها كانت لازم ترجع متأخر عشان التصوير. ما اكتفتش وداد إنها تكون كومبارس صامت. قدمت في معهد التمثيل، درست فيه لمدة 2 سنين. المخرج بركات اداها أول دور في حياتها الفنية في فيلم هذا جناه أبي مع الفنان زكي رستم. شاركت أيضا في العديد من الأفلام، من أبرزها إشاعة حب، المصيدة، أفواه وأرانب، يا عزيزي كلنا لصوص، الهلفوت، علي بيه مظهر، وغيرهم. اشتهرت بدور الخدامة في معظم أفلامها. اتجوزت وداد حمدي 3 مرات. الأول من محمد الطوخي، وده موسيقار. الجوازة دي لم تدم طويلا. اتجوزت بعد كده من مين؟ من موسيقار محمد الموجي، وسرعان ما اتطلقت منه. كانت المرة الثالثة من الفنان صلاح قابيل. جوازة لم تستمر شهر، أنجبت منه ابنها الوحيد عمرو. توفت وداد حمدي على يد الريجيسير ماتا باسيليوس. جاءت الخطة عندما اتصل بها عشان يعرض عليها دور في مسلسل تلفزيوني. وداد قالت له أهلا يا مات، اتفضل تعالى، وراح لها البيت. كان غرضه من الدخول لبيتها السرقة طمعا في مالها. بدأ يخطط لجريمته. اشترى قفازين وسكين. اتجه إلى منزلها. استقبلته في الصالون، ثم بدأت تسأله عن الدور. بدأ في سرد قصة وهمية، وعندما سألته عن المنتج والمؤلف أخبرها أن المنتج والمؤلف في الطريق حتى يتم الاتفاق على كامل التفاصيل. ثم طلب منها الدخول إلى الحمام، سمحت له. قام القاتل بتتبع وداد حمدي في صمت وهو يرتدي قفاز اليدين، وأثناء ذلك فوجئت به خلفها يهددها بالسكين. طلبت منه أن ياخد كل مالها ويسيبها بدون ما يأذيها، لكنه كان قلبه قاسي قوي. رفض وقرر التخلص منها. طعنها بسكين في ظهرها وذبحها في رقبتها عدة مرات. سقطت على الأرض. بحث على المال حتى عثر على 270 جنيه وعلبة مجوهرات فارغة. ثم بدأ في إخفاء جريمته. قطع سلك الهاتف، ثم تخلص من السكين وباع بعض المتعلقات الخاصة بوداد. بالرغم من محاولة إخفاء جريمته، وجدوا خصلة من شعر المجرم في يدها أثناء محاولة مقاومتها له، وهو ما ساعد في عملية القبض عليه بعد 48 ساعة بس، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقا. في حوار مع الفنانة يسرا صرحت قائلا بأن وداد قتلت بدلا منها، لأن الريجيسير ماتا باسيليوس ذهب إليها قبل أن يذهب إلى أحمد زكي، ولكن الطباخ أخبره أنها خارج البيت، وذهب بعد ذلك إلى الفندق اللي كان بيعيش فيه أحمد زكي، ولكن أمن الفندق منعوه من الدخول. وذهب بعدها إلى منزل وداد حمدي لأنه يعلم أنها تعيش بمفردها. توفت الفنانة وداد حمدي في 26 مارس عام 94. الله يرحمك يا فنانة.